فيلم ذا استرونوتس وايف. زوجة رائد فضاء جوزها بتنفجر بيه المركبة وبيموت، وفي يوم بتصحى بتلاقي نفسها حامل في توأم مخلوق فضائي. بيبدأ فيلم النهاردة مع جيليان وهي قاعدة في بيتها قدام الشباك، وبتشوف من بعيد مكوك فضائي بيصعد للفضاء اللي بيكون في جوزها سبنسر رائد الفضاء، وبيكون رايح في مهمة سرية مع صديقه أليكس. بنعرف بعدها إن جيليان بتشتغل في مدرسة وكل الأطفال بيحبوها جدا لأنها بتلعب وتهزر معاهم طول اليوم. فجأة واحد من الأطفال بيقول لها في تليفون عشانها ولازم ترد عليه ضروري. بتروح جيليان ترد على التليفون وبتكتشف وقتها انه من وكالة ناسا. بيقولوا لها ان جوزها سبنسر عاوز يكلمها من الفضاء. بتستغرب جدا لكن فعلا بتكلمه، وبتكون فرحانة قوي انه بيكلمها ومهتم بيها لدرجة انه بيتصل بيها من الفضاء. بعد شوية في البيت بتقعد مع اختها نان، بيفضلوا يتكلموا كتير قوي مع بعض، وبتقول لها ان سبنسر جوزها اتصل بيها من الفضاء ومهتم بيها قوي، فبتحسدها ان جوزها بيحبها قوي كده. فجأة بيجي خبر عاجل في التلفزيون وبيعلنوا عن حادثة خطيرة جدا حصلت في الفضاء في مكوك فضائي تابع لوكالة ناسا، وللأسف بيكون هو ده المكوك الفضائي اللي فيه جوزها سبنسر وصديقه رائد الفضاء أليكس. في الوقت ده بيرن جرس الباب، ولما بتفتح بيظهر واحد اسمه ريس من وكالة ناسا جاي لها مخصوص بسبب الحادثة اللي حصلت لجوزها في الفضاء، وبيقول لها انها لازم تيجي مع وكالة ناسا حاليا. بتروح جيليان معاه مقر وكالة ناسا الرئيسي، وهناك بتلاقي ناتالي مرات أليكس. اول ما بيشوفوا بعض بيحضنوا بعض جامد قوي، وبتعتقد كل واحدة فيهم ان جوزها مات ومستحيل يصدقوا ان حد فيهم هيكون لسه عايش. وقتها بيوصل مدير وكالة ناسا وبيقول لهم ان سبنسر واليكس لسه عايشين لحد دلوقتي وما حصل لهمش اي حاجه. بيقول لهم انهم كانوا بيصلحوا قمر صناعي وقتها حصل انفجار كبير عشان كده فقدوا الاتصال بيهم، بس بعد فتره قليله قدروا انهم يوصلوا لهم مره تانية. وبيأكد لهم انهم رجعوا تاني المكوك الفضائي اللي كانوا فيه وراجعين دلوقتي الارض. وبعدها بيفتحوا لهم شاشه كبيره جدا عشان يتابعوا عمليه هبوطهم على الارض. وبعد وقت قليل المكوك الفضائي بيهبط على الارض، وبياخدوا رواد الفضاء وبيودوهم المستشفى بسرعه عشان يعالجوهم. الدكتور هناك بيأكد لجيليان ان جوزها سليم ما فيهوش اي مشاكل، لكن على الناحيه التانية أليكس بيكون في جسمه اصابات خطره جدا، عشان كده بيضطروا انهم يحجزوه فتره طويله جوه العنايه المركزه. بتعدي ايام كتير وبتكون جيليان طول الوقت موجوده جنب جوزها سبنسر لحد ما يخف ويرجع طبيعي زي الاول. وفي يوم بيفوق سبنسر وبيطمن لما بيلاقي مراته موجوده جنبه، لكن أليكس حالته كل يوم بتتدهور اكتر. وفي يوم أليكس بتحصل له تشنجات فظيعه جدا، بيدخلوا الدكاتره وبيحاولوا ينقذوه باي طريقه، وبيدوه صعقات كهربائيه قويه جدا، وده اللي بيخليه فوق مره تانية وبيرجع للحياه. وبيقدروا في النهايه انهم ينقذوه. في وقتها بتبقى زوجته ناتالي موجوده بتراقب كل اللي بيحصل معاه وهي بتبكي ومش عارفه تقدر تعمل ايه عشان تنقذه. بتعدي ايام كتير وزوجته بتبقى قاعده بتراقب حالته في كل لحظه. وفي الوقت ده بيخف أليكس وبيخرج من المستشفى. بعد فتره بيعملوا حفله كبيره جدا لرواد الفضاء وبيكرموهم كلهم. في وقت الحفله ناتالي بتقابل جيليان وبتكون قلقانه جدا، وبتقول لها ان جوزها من ساعه ما خرج من المستشفى ما اتكلمش معاها ابدا، وملاحظه ان في حاجه غريبه مش قادره تفهمها. بس جيليان مش بتلاحظ اي حاجه على جوزها سبنسر، بس بتقول لها انه طول الوقت هادي جدا مش زي الاول، واكيد محتاجين وقت عشان يخفوا. لما تأثير العلاج يروح هيرجعوا طبيعي زي الأول. بعد الحفلة سبنسر بيقول لزوجته إنه قرر يسيب الشغل في وكالة ناسا لأنه اتعرض عليه شغل في شركة تانية في مدينة نيويورك مرتبها كبير جدا ومناسب قوي ليه. جيليان بتزعل جدا لأنها مش عاوزة تسيب المدينة ولا شغلها ولا الأطفال اللي هي بتحبهم لأنها اتعودت عليهم خلاص، بس ما بيكونش قدامها أي اختيار تاني، فبتوافق إنها تسافر معاه. وفي يوم بيكونوا بيحضروا حفلة عاملها رئيس الشركة بتاعته. فجأة جيليان بتلاحظ أليكس بيتصرف بطريقة عنيفة جدا مع زوجته. فجأة بيقوم ويصرخ في المكان، وبنشوفه بينزف دم من عينيه ومن بقه وبيقع على الأرض. فجأة بيجروا عليه وبيحاولوا ينقذوا حياته، لكن للأسف أليكس بيموت. بعدها بيعملوا مؤتمر صحفي كبير وبيعلنوا فيه إن أليكس مات بسبب سكتة دماغية، وكل اللي موجودين بيتصدموا من اللي حصل. في وقت الجنازة بتقرب جيليان من ناتالي عشان تهديها لأنها بتكون قاعدة بعيدة عن الناس وبتبكي لوحدها. وقتها ناتالي بتقول لجيليان إن آخر فترة كانت بتحس إن جوزها أليكس بيتكلم مع واحد مش من الأرض بلغة غريبة جدا مش قادرة تفهمها، ده غير إنها حاسة إن في شخص وكائن غريب عايش جواها. جيليان بتتصدم من كلامها، لكن وقتها بتفتكر انها بتقول الكلام وهي مش واخده بالها بسبب الصدمه اللي اتعرضت ليها بسبب موت جوزها أليكس، وبتهديها وبتسيبها وبتخرج بعد ما بتنام. بتروح بعدها تقف وتتكلم مع سبنسر، بس بعد وقت قليل جدا بيسمعوا صراخ بنت ناتالي. كلهم بيجروا بسرعه عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. بيتصدموا كلهم لما بيكتشفوا ان ناتالي قضت على نفسها في البانيو بطريقه بشعه جدا، وهي انها وصلت فيشه الراديو في الكهرباء وقعدت بيه في الميه لانها ما قدرتش تتصور حياتها من غير جوزها أليكس. بيعدي وقت طويل وفي يوم بنشوف جيليان وسبنسر في حفله كبيره جدا عاملها رئيس الشركه. بتلاحظ جيليان وقتها ان سبنسر بيتصرف بشكل مختلف قوي عن الاول، يعني في البدايه ما كانش شخص اجتماعي، لكن حاليا عنده معارف كتير جدا وكل يوم بيتعرف على ناس اكتر غير الاول خالص. فبتقول له انها عاوزه تعرف كل حاجه عن الحادثه اللي حصلت معاه في الفضاء، وخصوصا اللي حصل بالظبط وقت ما الاتصال اتقطع وما عرفوش يتواصلوا مع الارض.
بيفضل يحكي لها عن حاجات ما حصلتش ومش بتحس بأي حاجة غير تاني يوم لما بتقوم بتلاقي نفسها على السرير وحصلت علاقة بينهم. في الوقت ده بتحس إن في ألم شديد جدا في بطنها، ده غير إنها بتسمع أصوات غريبة جوه راسها، ودي حاجة أول مرة تحصل لها من ساعة ما اتجوزت سبنسر، ومش عارفة إيه سببها بالظبط أو تسيطر عليها إزاي. بعدها بتعيش جيليان حالة غريبة جدا، مش قادرة تتخلص من الأصوات اللي في راسها أو تنسى الليلة اللي عدت عليها هي وسبنسر. فبتتصل بأختها وبتقول لها إن حياتها صعبة جدا ومش قادرة تعيش في مدينة كبيرة زي مدينة نيويورك، لأن بتحصل حاجات غريبة جدا في آخر فترة ومش عارفة تفسيرها إيه. بعد فترة بتعمل جيليان اختبار حمل وبتكتشف إنها حامل في توأم، لكن ما بتكونش فرحانة وما بتكونش عارفة السبب إيه بالظبط. وفي يوم بيكونوا معزومين في بيت السيد ماكلارين رئيسه في الشغل، اللي بيكون شخص مهووس بالفضاء والطيارات والصواريخ، وبنحس وقتها إن جيليان مش مبسوطة خالص وهي قاعدة معاهم. بيروح السيد ماكلارين وزوجته عشان ينيبوا بنتهم الصغيرة. في الوقت ده سبنسر بيقرب من جيليان وبيقول لها انت متغيره ليه اخر فتره، عاوز اعرف كل حاجه بصراحه. فبتقول له انها مش مرتاحه لكل الناس اللي دخلوا حياتهم جديد وبتحب الحياه الهاديه البسيطه بعيد عن كل الدوشه دي. وبتفكره وبتقول له انه قال لها قبل كده انه مش ممكن يسيب شغله، لكن حاليا اتخلى عن وظيفته واتغير خالص من بعد الحادثه اللي حصلت له في الفضاء. وقتها سبنسر ملامحه بتتغير وبيغضب من كلامها، لكن وقتها بتقول له انها حامل وده بيخليه يفرح جدا. تاني يوم بياخدها ويروح عند الدكتور عشان يطمن على الحمل، وبتاكد له الدكتوره انها حامل في توأم. لما الدكتوره وجيليان بيكونوا لوحدهم، جيليان بتقول لها ان بعد موت والدها ووالدتها دخلت مصحه وكانت بتتعالج نفسيا وبتخاف جدا من فكره الموت، لانها كانت بتحلم دايما بوالدها ووالدتها وهم ميتين، ده غير الكوابيس الكتير قوي اللي بتشوفها اخر فتره، وخايفه انها تاثر على الحمل. فبتقول لها الدكتوره انها تقدر تتصل بيها في اي وقت بعد كده لو حست باي حاجه ضايقتها. بعدها بتنضم جيليان لمجموعه دعم الامهات الحوامل اللي بيكونوا حوامل في توأم، وكانت مرتاحه قوي معاهم ومبسوطه لانهم قدروا يساعدوها تعدي الفتره الصعبه اللي هي فيها حاليا وقدرت ترجع طبيعيه مره تانية. بيعدي كام شهر وبتكون جيليان مرتاحه جدا ومبسوطه قوي بالحمل. بتكون هي وسبنسر مستنيين بفارغ الصبر يعدي ال9 شهور وتولد. وفي يوم بتكون جيليان في محل بيع لعب الاطفال، فجاه بيقرب منها السيد ريس اللي بيكون قلقان جدا ومتوتر قوي، وبيقول لها انه عاوزها في موضوع مهم جدا بخصوص الحادثه اللي حصلت لجوزها في الفضاء، ومش عاوز اي حد يعرف بالموضوع خالص. بيسالها وقتها اذا كانت لاحظت اي حاجه غريبه في تصرفات جوزها سبنسر ولا لا بعد ما رجع من الفضاء. وقتها جيليان بتكون مستغربه هو بيسالها ليه الاسئله دي، فبتقلق منه جدا وبتسيبه وبتمشي. لكن بيروح وراها وبيقول لها انهم فصلوه من وكاله ناسا لانه حقق في موضوع الانفجار اللي حصل في الفضاء. لما بتساله ليه فصلوه، قال لها لانه اكتشف حاجه خطره جدا، ان جوزها سبنسر فيه حاجه غلط، لانه راجع كل الفحوصات والتجارب اللي عملوها عليه وشك ان في حاجه مختلفه. ومن ضمن الحاجات دي ان امضه سبنسر مختلفه عن الاول، امضته قبل ما يسافر للفضاء مختلفه تماما عن امضته لما رجع، زائد ان في حاجات طبيه كتير جدا بتثبت ان مش هو نفس الشخص. وقتها جيليان بتتاكد ان السيد ريس مجنون رسمي، وبتتاكد اكتر لما بتعرف انه اتطرد من وكاله ناسا، وبتقول له انه لازم يبعد عنها وما يقربش منها تاني وما يحاولش يتصل بيها، وبتسيبه وتمشي وهي خايفه قوي منه. لكن السيد ريس مش بيسيبها وبيقول لها ان ناتالي كانت حامل قبل ما تموت. بتتصدم جيليان لما بتعرف كده، وبيكون ريس متاكد ان في حاجه حصلت في الفضاء مع جوزها واليكس، حاجه ما حدش يعرف عنها اي تفاصيل. وقتها بيدي جيليان جهاز تسجيل وبيكون فيه كل المحادثات والمكالمات اللي كانت بين جوزها واليكس في الوقت اللي كانوا فيه في الفضاء. بعدها لما بترجع جيليان البيت بتسمع التسجيل وبتتصدم لما بتعرف ان اليكس وسبنسر شافوا حاجه في الفضاء وقت الانفجار، حاجه ما شافوهاش او سمعوا عنها قبل كده طول حياتهم. وقتها بتسمع الباب بيخبط، بتقوم بسرعه عشان تفتح وهي خايفه ومرعوبه قوي، بس بتطمن لما بتكتشف ان اختها هي اللي جايه لها عشان تقعد معاها، وسافرت مسافه كبيره جدا عشان تكون جنبها في وقتها الصعب اللي بتعدي بيه. بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وفي الوقت ده جيليان بتقول لها على كل حاجه حصلت في حياتها الاخيره بينها هي وسبنسر، بتقول لها عن كل الحاجات اللي اكتشفتها عنه، وبتحذرها انها ما تقولش لسبنسر عن اي حاجه او تقول الكلام ده لاي حد تاني عشان هيكون في خطر على حياتها. وفي يوم السيد ريس بيتصل بجيليان وبيصدمها لما بيقول لها ان ناتالي كانت حامل في توأم. بتتصدم لانها حامل في توأم برضه، وبتساله عن نتائج تشريح جثه ناتالي وشكل التوأم عامل ازاي، فبيقول لها انه لازم يقابلها شخصيا عشان يوريها كل حاجه بنفسها. تاني يوم الصبح بيتقابلوا عند محطة المترو، لكن قبل ما يتكلموا في أي حاجة بخصوص جثة ناتالي بيظهر سبنسر فجأة، فبتستخبى جيليان بسرعة عشان ما يشوفهاش وإلا كل حاجة هتتكشف. بيفضل سبنسر وريس يتكلموا مع بعض، بيقول له إنه ممكن يتوسط له عشان يرجعه يشتغل مرة تاني في وكالة ناسا، وبيفضلوا يتكلموا وقت طويل جدا. بعدها بيمشوا هما الاتنين وبيسيبوا جيليان لوحدها وما بتعرفش أي حاجة. بس بعد كده بتحاول جيليان إنها تتصل بالسيد ريس في الفندق اللي كان عايش فيه، لكن للأسف ما بتعرفش توصل له أو حتى تقابله بعد كده. بس السيد ريس كان ذكي جدا وكان عنده خطة بديلة،
كان سايب لها مفتاح خزنة سرية، سايب لها فيه كل حاجة عاوز يقولها لها. لو ما قدروش إنهم يتقابلوا بتاخد المفتاح وبتروح الخزنة، ولما بتدخل هناك بتكتشف إن في صور كتير جدا لجوزها سبنسر، وبتعرف إن ريس هو اللي صور كل الصور دي وكان بيراقبه من أول ما رجع من الفضاء. بتلاقي كمان شريط فيديو، وقبل ما تسمعه النور بيقطع، فبتخاف جدا وبتترعب. بتحاول تهرب من المكان بسرعة وبتكون متأكدة إن في حاجة وحشة جدا هتحصل لها. بعد ما بتروح البيت بتشوف شريط الفيديو اللي خدته، بيكون فيه السيد ريس بيشرح بالتفصيل اللي حصل في الفضاء بالظبط مع جوزها وأليكس، وبيقول لها إن بعد ما فحصوا كل حاجة اكتشفوا إن في حاجة غريبة جدا كانت قريبة من أليكس وسبنسر في الوقت اللي فقدوا فيه الاتصال بالأرض. بيقول لها ريس إنه متأكد إن كان في مخلوق فضائي معاهم حاول إنه يوصل للأرض، وعشان كده خلص عليهم ودخل جوه جسد كل واحد فيهم. واللي حصل مع أليكس إن جسده ما قدرش يستحمل الكائن الفضائي، وعشان كده مات بطريقة غريبة جدا. جيليان بتتصدم من كل اللي بتسمعه، وبتربط بين كل الكلام ده وبين تصرفات سبنسر في آخر فترة بينهم، وبتتأكد إن الكلام ده حقيقي، وبتقتنع إن اللي موجود معاها ده مش هو جوزها سبنسر الحقيقي، ولكن في الحقيقة هو كائن فضائي خد جسد جوزها ونزل بيه على الأرض. ده غير إنها بتكون متأكدة إن التوأم اللي في بطنها مخلوقات فضائية مش أطفال عاديين. جيليان لما بتكتشف كل الحقيقة وبتشوفها واضحة قدامها بتقرر إنها تتخلص من التوأم اللي في بطنها، لكن قبل ما تعمل كده سبنسر بيجي فجأة وبيعتدي عليها وبيرميها على الأرض، وبيحذرها انها ما تعملش كده مرة تاني وما تحاولش تقتل اطفاله. بس وقتها جيليان بترمي نفسها من فوق السلم عشان تسقط المخلوقات اللي في بطنها، لكن بسرعة بينقذها سبنسر وبيوديها المستشفى. بعد ما بتفوق بيقول لها انها ما تجيبش اي سيرة عن اللي حصل لانهم هيسجنوها بتهمة الاجهاض لو عرفوا حاجة. في الوقت اللي هي موجودة فيه في المستشفى بتشوف حلم فظيع جدا، وهي ان سبنسر بيقتل اختها، وبتقوم وهي مفزوعة من النوم وبتسيب المستشفى وبتمشي عشان تطمن على اختها. في الوقت ده سبنسر بيعرف انها خرجت من المستشفى وبيعرف راحت فين وبيمشي وراها. لما بتوصل للبيت بتقفل الباب وراها وبتدخل الأوضة اللي حلمت إن أختها اتقتلت فيها. في الوقت ده بتشوف أختها مرمية على الأرض، لكن بعدها بتختفي وبتكتشف إنها كانت بتحلم مش أكتر. سبنسر بيكسر الباب وبيدخل البيت. في الوقت ده بتكون جيلان موجودة في المطبخ ومغرقة المكان كله مية، وماسكة سلك الراديو في إيديها وفيشة الكهرباء في إيدها التانية، وبتهدد سبنسر إنه يبعد عنها وإلا هتقتل نفسها وهتقتل أطفاله زي ما عملت ناتالي في نفسها. في نفس اللحظة دي بتلاحظ جيليان إن في دم على إيدين سبنسر، وبتعرف إنه فعلا قتل أختها وإنه ما كانش حلم لكن كانت حقيقة. وبعدها بتقول له إنها عارفة حقيقته كويس وهو مين بالظبط، وبتكشف له إنه هو كائن فضائي قتل جوزها وقتل أختها وخد جسد سبنسر وعايش فيه حاليا. بيعترف بكل حاجة وبيقول لها إنه قتل أختها عشان كانت واقفة في طريقه، وقتل جوزها وأليكس وخد جسدهم، وهو حاليا عايش جواها من خلال التوأم اللي في بطنها. في نفس الوقت ده البيت كله بيتملي ميه، وبترفع جيليان رجلها من على الارض وبتوصل الكهرباء وبتكهرب المكان كله، وبيتكهرب سبنسر وبيموت. بس وقتها بيخرج من جسمه الكائن الفضائي وبيدخل جوه جسم جيليان في نفس الوقت. وبتعدي كام سنه من اللي حصل ده بنعرف ان جيليان اتجوزت وولدت اطفالها التوأم اللي كانوا في بطنها وعايشين حياه طبيعيه جدا، واللي متجوزاه حاليا رائد فضاء برضه زي جوزها سبنسر. وهنا بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. شكرا على المشاهده.